السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أحلى مجموعة من مجموعات ديزني. زي ما انتوا شايفين كده أنا يعني حابة أكلمكم ازاي تعملي استمارة خاصة بالعضوية. أول حاجة هتحتاجي 3 تطبيقات اللي هو جوجل واللي هو كروم وجميل والدرايف بتاعنا اللي بنسجل عليه اي حاجة تخصنا. اول حاجة هنفتح مع بعض كده اوريكم باقي النموذج. ده نموذج معمول يعني. هوريكم النموذج شكله مثلا، وهنعمل واحد زيه بأمر الله. هنيجي مع بعض نطلع كده مع بعض ونقفل العلامات دي كلها. تمام. وهنفتح مع بعض كده ونكتب لا، مش هنكتب ازاي نعمل استمارة. هنفتح العلامة التبويب بتاع جوجل. نفتح التبويب بتاع جوجل. طبعا هو زي ما انتم شايفين كده النت كنت فاصله عشان الاشعارات ما تجيش. هنفتح مع بعض. اول حاجة هنعملها هندوس على ال3 نقط دول ونعمل العرض باصدار سطح المكتب. ليه انا عملت كده؟ عشان اكنك شغالة على سطح مكتب كمبيوتر بالظبط. عشان لو اصدار الموبايل بتاعك حديث وكده يبقى سهل اكنك شغالة من موبايل بس. اول حاجة هنقوم اخدينها مع بعض. هندوس على درايفر دوسة طويلة، وندوس نسخ عنوان الرابط وناخده على الشريط، ونقوم دايسين لصق ونقوم دايسين مع بعض. تمام. ده اول حاجة. طبعا انا الدرايف ماي درايف بتاعي حاطه عليه زي شغل استمارات انا عاملاها او كده. طبعا انا بشتغل باكتر من استمارة. وزي ما وريتكم الاستمارة بيجي عليها عدة ردود وكده. طبعا انا عايزه اعمل واحده جديده. هاجي ادوس على علامه البلس. استنى اوريها لكم تاني. جديد، وهقوم دايسه عليها، وهقوم جايه على مزيد، وهدوس على نموذج. تمام. هعمل نموذج. طبعا اول حاجه بنفكر فيها انت هتسمي النموذج ده ايه. تمام. هتسميه استماره عضويه. تمام. وهتدوسي انتر. تمام. هينزل على طول تلقائي. ده اللي هيبان للناس. لما نزلت كده هيبان للناس. هيبقى استمارة عضوية وبال ايجيبت. تمام. طبعا الكلام ده اول سؤال بنتفكري فيه. اول حاجة بتقولي الاسم الرباعي. طبعا الاسم الرباعي. طبعا انت عايزة تتأكدي من صحة الإجابة. طبعا بتقومي دايسة التحقق من الصحة. بتقومي دايسة انه يكون نص. تمام. وطبعا السؤال ده مطلوب. تمام. هنعمل بقى حاجة تانية. عندنا هنطلب منه الرقم القومي. وطبعا لازم نتأكد من الصحة. هنتأكد ازاي؟ هنحدد الطول، وان يكون الحد الأدنى 14 رقم. ليه 14 رقم؟ لأن البطاقات الرقم القومي كلها 14 رقم. في نص بنكتبه قصادها ان هو برجاء كتابة الرقم القومي صحيح. وطبعا السؤال ده مطلوب، بتعلمي عليه انه مطلوب. تمام. بننزل نعمل سؤال تاني اللي هو العنوان. طبعا والعنوان زيه زي الجزء الخاص بال بالنظام بتاع الاسم. هنكتب العنوان، بس الفرق ان هنعمل خانة اسمها خانة الوصف. طبعا احنا عشان كنا كاتبين فهننزل تحت وهنقوم جايين عند التلات. هنعمل خانة الوصف. طبعا خانة الوصف ده بيبقى شريط صغنطوط كده. بنكتب برجاء كتابة. تمام. رقم المنزل والمحافظة والقسم التابع له. تمام. وعلامة مميزة، مثال صيدلية أو مدرسة أو
مسجد. طبعا دي اختياري، انتي ممكن تكتبيها او لا. وطبعا العنوان مطلوب. انتي عايزة تتأكدي بقى من الصحة بتاعة الإجابة، المفروض ان انتي بتخليه نص. ليه؟ لان هو هيكتب. طبعا احنا هنعمل سؤال تاني اللي هو الرقم، رقم الواتس. تمام. رقم الواتس ده انتي طبعا عشان انتي محتاجة انه يكون تتأكدي لازم تعملي الطول، ويكون مش اقل من 11. يعني انتوا لو اخدتوا بالكم الحد الاقصى بقى للرقم هو 11 بس، وطبعا ده مطلوب. هنكرر نفس السؤال بس المرة دي هنغير، نكتب رقم، رقم هاتف. ومثلا بنقوم كاتبين له وصف، يعني ان هو ده مش مطلوب طبعا، هنقفل بتاعة اللي مش مطلوبة وندوس نكتب الوصف. تمام. الوصف بقى ده ايه؟ رقم احتياطي عند فقدان الشبكة مثلا. ماشي. بس كده احنا عملنا كده الاستمارة مع بعض، الاسم الرباعي والرقم القومي والعنوان. كده سهلة جدا يا بنات. طبعا انت حابة تحطي صورة مثلا، هتيجي كده وتقومي جايبة صورة. مثلا انا حابة احط صورة اوبال، او حابة ان انا طبعا دي الاستمارة دي خاصة بمجموعات ديزني طبعا، فانا ممكن احط صورة اوبال. او احط مثلا المميزات، او انا هحط صورة اوبال عن نفسي. تمام. طبعا لحد كده انا خلصت. طبعا انت عايزة تعرفي الاستمارة دي تمام معاكي او هترسليها ازاي، هتدوسي هنا وهتدوسي على الرابط، هتكسري الرابط وهتاخديه معاكي، هتاخديه معاكي نسخ. طبعا انتي ممكن تشيريه على التويتر او الفيس، بس انا بفضل ان انتي تاخديه رابط وتسيبيه عندك وتنقليه على الاستمارات زي ما انتي حابة. يعني انا لو طلعت كده ورحت على الفيس وقمت جيت على كده وكتبت بوست صغير، حطيت اللينك وجيت طلعت فوق كده مثلا، عملت تحديد الكل. ماشي تمام. وقمت دوست انتر، وقمت كتبت للاشتراك للعضوية في اوبال ايجيبت اضغط على الرابط التالي. ونقوم نازلين كده ونقوم حاطين صورة الرابط طبعا، طبعا كده، ونقوم نشرة. بس كده. اتمنى ان انا اكون فدتكم وان شاء الله خير.